قال الفخر الرازي أيضا من أئمة الأشاعرة: معنى الآية أن يأتيهم أمر الله، ليس الله هو الذي يأتي ولكن يأتي أمر الله. لو سئل الرازي: الذي يفصل بين العباد هو أمر الله أو هو الله؟ من أين يأتي أمر الله؟ لو سئل الرازي: الأمر من أين يأتي؟ من عند الله قطعا. اسأله السؤال الثاني: أين الله الذي يأتي الأمر من عندي؟ فيقف حائرا. وقف حمار الشيخ تحت الجبل لن يستطيع أن يصعد. لو سألت: الذي يأتي هو الأمر، سلمنا جدلا. من أين يأتي الأمر؟ قطعا يقول يأتي من عند الله. اسأله السؤال الثاني: أين الله الذي يأتي الأمر من عندي؟ لا جواب له. إن قال هو في السماء لن يستطيع، إلا إذا قال يأتي من عند الله فالله في كل مكان. إذا لا داعي أن يأتي. هناك مكان، الآخرة مكان، يوم القيامة مكان. ما معنى الإتيان؟ لا معنى للإتيان. إذن الأمر في كل مكان، لأن الله في عقيدتك في كل مكان. عقيدة مضطربة لا تفهم ولا تعقل، كلام يحكى تقليدا، أما عند التحقيق أبدا لا تجد له أساسا. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على هذه العقيدة. أنتم في نور. لو أنكم تصورتم هذه الظلمة التي عاش فيها كبار علماء الأشاعرة الذين ندموا وبكوا في آخر حياتهم،